هلو جايز، عاملين ايه؟ فيديو جديد وفكرة جديدة وهقول لكم عن نذاكر بالليل ولا بالنهار، وكمان هقول لكم عن المميزات والعيوب. يلا بينا. وطبعا قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وطبعا تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وطبعا لو عندكم اي افكار برضو قولولي في الكومنت علشان ان شاء الله هنفذها. بتحسوا انكم محتارين نذاكر بالليل ولا نصحى بدري نذاكر بالنهار؟ الحقيقة ما فيش وقت سحري للمذاكرة، في وقت انت فيه تركيزك اعلى. لو بتحب الهدوء والناس نايمة فالليل ممكن يكون مناسب ليك، ولو مخك بيكون رايق الصبح فالمذاكرة صباحية تكون احسن. يعني ده برضو يعني ايه، ده بيرجع لك انت برضه. يعني لو بتحب الهدوء وكده فانتم ايه تذاكروا ايه بالليل. لكن لو مفيش مشاكل يعني ف او مخكم بيكون رايق كده الصبح او كده فانتم ممكن تكون الصبح يعني بيكون احسن لكم. بس المشكلة مش في الوقت، تمام؟ المشكلة انك تفتح الكتاب اصلا، فاهميني؟ لانه ايه، اللي هو ايه، انا مش عارفه اذاكر بالليل ولا النهار، فلما يجي الليل انا بقى اذاكر، لما يجي النهار انا بقى اذاكر. لا يا جماعه، انصحكم انكم تبداوا على طول، وبعد كده مثلا ممكن تجربوا فكره، ممكن مثلا اسبوع تذاكروا بالليل واسبوع تذاكروا بالنهار، وشوفوا انهي اللي كان مناسب ليكم اكتر وجربوا عليه. تمام؟ طيب نجرب مثلا برضو ممكن نذاكر يومين بالليل ويومين الصبح، وشوفوا وانتم تشوفوا ايه انتاجك مثلا بيبقى امتى بيكون احسن. يعني مثلا تركيزكم بيبقى ايه احسن، بالليل ولا بالنهار؟ مثلا ركزت كويس، فهمتوا اسرع كده، فاهميني؟ وانتم لو وصلتوا لغاية هنا قولولي انتم بتحبوا تذاكروا بالليل ولا بالنهار وليه، ممكن انا برضو استفاد او حاجة. طيب في ناس بتقول برضو المذاكرة بالليل احسن عشان الهدوء، وناس تانية تقول لا طبعا الصبح بركة يعني وتركيز وكده. بس الحقيقة اصلا الموضوع بيرجع لشخصيتك وطاقتك وجسمك واللي هو اكتر يعني من اي حاجة. يعني مثلا لو انت بالليل بتكون هادي برضو يا جماعة نفس الكلام، يعني انتم لو بتكونوا هاديين مفيش دوشة حواليكم فغالبا هتعرفوا تركزوا اكتر، فطبيعي الليل هيناسبكم يعني وكده. لكن لو بتصحوا الصبح ومخكوا صافي وعندكم نشاط فالصبح هيكون افضل ليكم. اصلا على ما اعتقد كلكم اصلا هيناسبكم بالليل. بس خدوا بالكم من حاجة مهمة جدا، السهر الكتير مش معناه مذاكرة احسن، يعني لان اوقات بنقعد بالساعات ماسكين الكتاب وما نركزش وكده، فاهماني؟ وكمان المذاكرة الصبح مش دايما مثالية، خصوصا لو انتم صاحيين بالعافية ومش مستوعبين اي كلمة. عشان كده انا بقول لكم غالبا يعني بالليل هو اللي بيفوز، فاهماني؟ عشان كده بدل ما نسأل انهي وقت افضل، لا نسأل انهي وقت ايه بنكون مركزين فيه فعلا. وبس كده، ما تنسوش اللايك وسبسكرايب. باي.